في الكورس اللي فات اتعلمت أجزاء الكلام parts of speech ومن خلالها بقيت عارف نوع كل كلمة، هل هي اسم ولا فعل مساعد ولا فعل أساسي ولا صفة ولا ظرف وهكذا. في الكورس ده هنتعلم ازاي نستخدم أجزاء الكلام دي في تكوين الجملة. قلت لك قبل كده ان انت عندك 3 انواع من الافعال الاساسية، وكل نوع فيهم ليه تكوين جملة خاص بيه بالشكل ده. عشان تقدر تكون الجملة بطريقة صحيحة لازم تكون فاهم ايه هي مكونات الجملة، وعشان كده في بداية الكورس ده بنشرح لك المكونات دي بالتفصيل. اول حاجة بتعرف يعني ايه فاعل وايه هي انواعه وازاي بنتعامل مع كل نوع. بعد كده بتدرس الأفعال المساعدة بأنواعها المختلفة والأفعال الأساسية بالصيغ بتاعتها والتصريفات بتاعت كل فعل، وبعدين بتدرس المفعول به بأنواعه وبتتعلم الظروف بأنواعها وإزاي بنستخدمها في الجملة. بعد كده بنشرح عبارة الجر، هتتعلم إزاي تكونها وإزاي بتستخدمها في الجملة، وفي الآخر بتدرس مكمل الفاعل بأنواعه. وبكده تكون فاهم مكونات الجملة وجاهز لدراسة الأزمنة الخاصة باللغة الإنجليزية. بنشرح كل الأزمنة بالتفصيل. في البداية خلينا متفقين إنك عشان تتقن أي زمن لازم تعرف عنه 7 حاجات: تكوينه والعلامات الدالة عليه واستخداماته وإيه الفرق بينه وبين الأزمنة التانية وإزاي بتنفي الجملة في الزمن ده وإزاي بتكون السؤال، وأخيرا إزاي تبني الجملة للمجهول. بنشرح لك كل زمن بالتفصيل وبندي أمثلة كتير على كل جزئية. تطبيق Perfection شارح الجرامر بالكامل وكل حاجة مشروحة بالعربي وبالإنجليزي، والتطبيق كله ملون وكل لون بيدل على حاجة معينة. يعني الفاعل بتاع أي جملة هتلاقيه ملون باللون البنفسجي، أي فعل مساعد هتلاقيه ملون باللون الأزرق، أي فعل أساسي هتلاقيه ملون باللون الأحمر الغامق. لو في أي إضافات للفعل الأساسي زي ال ing أو ed وهكذا هتلاقيها ملونة باللون الأحمر الفاتح عشان تاخد بالك منها. المفعول به هتلاقيه ملون باللون الأخضر، أي ظرف اللي هو الادفيرب هتلاقيه ملون باللون البرتقالي، وهكذا. الألوان دي هتسهل عليك جدا وهتخليك فاهم كل كلمة شغالة ايه في الجملة. بعد ما تخلص الكورس ده هتكون قادر انك تكون الجملة بطريقة صحيحة، وهتكون فاهم كل الأزمنة واستخداماتها وتعرف تفرق بين الأزمنة. لو حابب تشوف عرض شامل للمحتوى بتاعنا وطريقة الشرح وازاي هنخليك تتكلم انجليزي بطلاقة، بإمكانك تشوف المحاضرة المجانية الموجودة على الموقع بتاعنا perfectioncourses.com أو من خلال التطبيق بتاعنا Perfection.